هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو النهارده اكلمكم عن قسم مختبرات، وفي الفيديوز الجايه اكلمكم عن باقي الاقسام. بس حبيت النهارده ابدا بالقسم بتاعي. طبعا اللي ما يعرفش انا داخله سنه تانية، يعني انا مش مثلا في سنه رابعه او كده، لان انتوا بتسالوا اسئله لسه بدري عليها يعني. فانا هكلمكم عن الحاجات اللي انا اعرفها عن قسم مختبرات، واكتبوا لي في الكومنتس حابين الفيديو الجاي يكون عن قسم ايه. فزي ما انتوا عارفين ان احنا عندنا 4 اقسام: مختبرات، اشعه، رعايه، واحصاء ونظم معلومات. فما عندناش اكتر من كده في الكليه، فانا مش هعرف اتكلم غير عن دول. المهم يلا بينا نعرف يعني ايه مختبرات طبيه، بنشتغل ايه العيوب بتاعتها، وبرده مميزات، ويعني حاجات حلوه ووحشه في نفس الوقت. فيلا بينا. اول حاجه عايزاك تعرفوها ان قسم مختبرات طبيه ده مش مجرد تحليل دم وبول، لان الناس كلها فاكره ان هي كده بس. هو علم كبير جدا، ورا كل نتيجه بتساعد الدكتور على تشخيص المرض، من اول بقى الانفلونزا لحد السرطان. انا في كليه علوم صحيه واخترت التخصص ده عن اقتناع، وهقول لكم كل حاجه بالتفصيل. اول حاجه هتكلم عن دور اخصائي المختبر في المنظومه الطبيه. ناس كتير قوي مش بتفهم احنا ايه ولا بنعمل ايه. اخصائي مختبرات هو الشخص اللي بياخد العينه وبيجهزها للفحص، بيستخدم اجهزه دقيقه جدا بتكون مخصصه لتحليل الدم والهرمونات والفيروسات والمناعه والانسجه. اخصائي المختبرات بيطلع التحليل للدكتور، والدكتور بيعتمد عليها بنسبه 70% في التشخيص. يعني بالمختصر ان اخصائي المختبر ده بيكون مش مجرد مساعد للدكتور، بالعكس هو بيكون شريك اساسي جدا عشان يعرف يشخص حالة البيشنت اللي معاه. الدكتور بس مجرد انه بيمضي على التقارير اللي احنا بنعملها علشان يبدأ ياخد خطوة العلاج مع المريض. ايه بقى انواع التحاليل اللي بنعملها وبنشتغل عليها؟ اول حاجة عندنا تحليل الدم اللي هو الهيماتولوجي، عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء، تحليل الهيموجلوبين، فحص سيولة الدم، الكشف عن الانيميا وسرطان الدم. في برضو تحاليل الكيمياء الحيوية اللي هي البايوكيمستري، دي بتكون مثلا وظائف الكبد والكلى، نسبة السكر في الدم، الدهون والكوليسترول، تحليل انزيمات القلب. تالت حاجة هي تحاليل المناعة، تحاليل الأجسام المضادة، الكشف عن الفيروسات زي كورونا والإيدز والالتهاب الكبدي. في برضو تحاليل الميكروبيولوجي، زي ان احنا بنفحص البكتيريا والفيروسات والفطريات، بنعمل اختبار حساسية المضاد الحيوي. خامس حاجة هي البارستولوجي أو الطفيليات، تحليل البراز للكشف عن الديدان والطفيليات، الكشف عن الملاريا، التكسوبلازما. سادس حاجة هي تحليل الهيستوباثولوجي اللي هي الأنسجة، تحليل العينات من الأورام تحت الجلد، ممكن تحت الميكروسكوب، وبنحدد هل الورم ده يعني ممكن مثلا يعمل آثار جانبية ولا هو عادي يعني خبيث ولا لأ. تالت حاجة هي الأدوات والأجهزة اللي احنا بنشتغل عليها. مهم جدا ان الناس تشوف ان احنا بنشتغل بتكنولوجيا متطورة، زي أجهزة CBC، أجهزة الكيمياء أوتوماتيك، ميكروسكوبات ضوئية والإلكترونية، أجهزة فحص المناعة، أجهزة PCR للكشف عن الفيروسات زي مثلا فيروس كورونا. بعد كده بقى التدريب العملي، بتتدربي طبعا في معامل أو في المستشفيات. ايه هو بقى المستقبل المهني اللي الناس كلها بتسأل عنه؟ داخل مصر تشتغلي اخصائي تحاليل في مستشفيات او في معامل خاصة. يعني ممكن تفتحي معمل تحاليل لو انت معاكي ترخيص، بعد طبعا ما تعملي دراسات عليا، لان ما ينفعش تفتحيه لوحدك. عموما يعني محدش معاه فلوس اصلا يفتح مختبر. طبعا في دول الخليج لازم تعملي برومتريك او داتا فلو. في دول اوروبا لازم معادله ودراسه يعني اضافيه على حسب الدوله. طبعا احيانا ممكن تشتغلي في شركه ادويه يعني، او شركه مثلا اجهزه طبيه، او مراكز بحثيه. ايه هي بقى مميزات التخصص بتاعنا؟ مش لازم تشتغلي في طوارئ او تتعاملي مع المرض بشكل مباشر. تحاليلك دي ممكن تنقذ حياه انسان. المجال واسع في التطور التكنولوجي فيه كبير، يعني فرصة السفر والعمل في أماكن راقية. العيوب بقى بتاعت الشغلانة دي ان اي غلطة في التحاليل ممكن تؤدي يعني ممكن ان هي تضر المريض. يعني في اوقات فيها ضغط زي مثلا ايام كورونا وكده، او الانفلونزا موسمية بتيجي كل موسم. لازم تكوني دقيقة جدا في شغلك وتكوني صبورة. ممكن مثلا يحصل تعرض لعينات معدية، طبعا ده هيحصل لو انتي مش ملتزمة بالتعقيم. وبس طبعا انا قلت لكم المواد بتاعتنا بتاعت تخصص مختبرات وكل التخصصات في الفيديو اللي فات، فلو ما شفتوهوش هحط لكم في الديسكريبشن بوكس، وشوفوا الفيديوز اللي انا عملتها قبل كده عشان اتكلمت عن الكلية اكتر.
وفي الفيديوز الجايه هكلمكم عن باقي الاقسام، بس قولولي انتوا حابين الفيديو الجاي يكون عن انهي قسم فيهم. وبس ده كده فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو طبعا متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد بنزله. بس بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.